تشكيل النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي. النهاردة استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذي يدفع به خلال مواجهته بالرجاء المغربي في ذهاب ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا. ويستضيف النادي الأهلي الرجاء المغربي على استاد القاهرة. والتشكيل كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي. 4 خط دفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، مروان عطية. 3 خط هجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا. النهارده في لاعيبه مستبعده النهارده، هو ضمنهم محمد الضو ورامي ربيعه للاصابه، واحمد عبد القادر لعدم الجاهزيه الفنيه، وبرضه سافيو وايمن اشرف وشادي حسين لاسباب فنيه. في برضه غيابات في الرجاء المغربي النهارده، 4 غيابات لنادي الرجاء مهمين جدا، اللي هو زكريا حضرواف، وعبد الصمد البدوي، وعبد الرؤوف بن غيث، والحسين الرحيمي. دول 4 غيابات النهارده. وكل التوفيق لنادي الاهلي. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. السلام عليكم.